منقذ العروبة، اسمعوا. اسمعوا، هذه طبوله، اسمعوا، هذه بشائره. هو جزء من المصريين. إذا طبقوا الإسلام بمفهومي للإسلام هكون أول المؤيدين لهم. إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. انتوا بتقولوا ما فيش ست رئيس الدولة، ما فيش ابتي رئيس دولة. انا لا صلة لي بهذه الايديولوجية التي لا اتفق معها على الاطلاق. فانتوا بتقولوا ما فيش ست رئيس الدولة، ما فيش ابتي رئيس دولة. انا لا صلة لي بهذه الايديولوجية التي لا اتفق معها. على سبيل المثال ان يكون وارحب ان يكون هناك قبطي رئيسا لمصر، ان تكون هناك امرأة رئيسة. طب هم لا يعني من هناك بالضبط، ومجدي يعقوب، يعني هناك كفاءات داخل وخارج مصر. ممكن يبقى رئيس مسيحي؟ لماذا لا يكون هناك رئيس؟ لا انا بسألك. انا في رايي بالطبع لازم اذا كان في رايي بالطبع لازم اذا كان في رايي بالطبع لازم اذا كان من حقه انه يكون رئيس مسيحي، ومن حقه انه يكون سيده تكون لها رئاسه زي ما في باكستان. الاسلام احنا كذلك برضه. الاسلام ما يطبق الاسلام في تركيا يختلف عن الاسلام في مصر، يختلف عن الاسلام في السعوديه، عن بنجلاديش، انما وهذا يعني خلافهم رحمه زي ما يقول. انما انا في رايي الشخصي سيده ممكن ان تكون رئيسه الجمهوريه، قبطي ممكن شخصي سيدة ممكن أن تكون رئيس الجمهورية، قبطي ممكن. ما فيش ست تبقى رئيس الجمهورية. أقول له أنت خارج الإطار ولا أستطيع أن أعمل معك، وسأجاهد طول حياتي من أي موقع ليكون دستورنا دستور توافقي. إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. انما مش هيقول انا بحكم باسم الله، لان خلاص هذا ده وضع اخر خالص. انما مش هيقول انا بحكم باسم الله، لان خلاص هذا ده وضع اخر خالص. انما مش هيقول انا بحكم باسم الله، لان خلاص هذا ده وضع اخر خالص. اذا طبقوا الاسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للاسلام هكون اول المعارضين لهم. المسألة إذا كان ما هو مفهوم أن المصدر الرئيسي للتشريع، الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، يعني إحنا بناخذ ما هو تحديدي للإسلام. دي مسألة أخرى ما تحددناه. الإسلام حولناه إلى طقوس وليس جوهر في كثير من في ممارستنا له. ما هو الإسلام؟ هل اجتهدنا في تفسيرنا للإسلام في الأربع خمس القرون الماضية؟ إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. صحيح أنك نفيت في الواقع بأنك يعني تؤيد إنشاء محافل البهائيين والماسونيين، هل هذا صحيح؟ نفيت. لم أتحدث في هذا على الإطلاق. هل أنت مع هذا التطور، يعني أن ينشأ لهم محافل من باب أن هذا جزء من يعني حقوق المواطن؟ هذا جزء من القيم الأساسية التي يجب أن يتفق عليها المجتمع المصري. هذا جزء من القيم الأساسية التي يجب أن يتفق عليها المجتمع المصري. هذا جزء من القيم الأساسية التي يجب أن يتفق عليها المجتمع المصري، والتي يجب أن تقنن في الدستور. عندما ذكرنا أن الإخوان يؤيدون دولة مدنية لابد أن نقنن هذا. حرية العقيدة لابد أن تكون هناك نقاش كيف تمارس حرية العقيدة. لا أود أن أعبر عن آرائي الشخصية في هذا المجال الآن، لأن كما ذكرت لست أنا مرشحا، وإنما كما ذكرت لك يا حسن موقفي المبدئي العام هو المساواة التامة لكافة المصريين في الحقوق والواجبات. عايز يسوي المسلم بالبهائي. إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. ألاقي وكيل الجامعة الشيخ وكيل الأزهر بيقول إن أنا لن أسمح للطائفة الشيعية إنها تمارس طقوسها في مصر. يعني الحقيقة أنا أما سمعت هذا، أما بقالنا بنتكلم على حرية العقيدة بقالنا من سنة 47 إعلان الحق من حقوق الإنسان والانتفايات اللي انضمت مصر. إذا كان المسلم الشيعي مش هخليه يمارس عقيدته هنا. فكرنا نغير فكرنا، ما هياش أشخاص، تفكير مختلف. إن بني آدم الحرية دي الإسلام كله في رأيي أنا، وقد أكون مخطئ، إنما أساسه الحرية
إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. وشوفوا كمان بيدافع عن مين. رأيت الدكتور ناصر حامد أبو زيد في هولندا، وراجل عالم فاضل، اضطر أن يترك مصر لأنه رفع الدعوة حزبة أنه يطلق زوجاته لأنه تفريق بينه وبين زوجته. أحد الأفراد رأى أنه دخل في قلب الدكتور ناصر حامد أبو زيد ورأى أنه غير مسلم. هل هذا معقول؟ هل هذا يستطيع إنسان ما أن يدخل في قلبي يعلم علاقتي بعقيدتي؟ وهو ده ناصر حامد أبو زيد. لا نستطيع أن نقول أن الله هو مؤلف القرآن. الله متكلم بالقرآن، كلام، القرآن كلام، قول. ماذا أخذ القرآن من العهد القديم؟ وما هي الأخطاء، هكذا يقول المستشرقون، التي وقع فيها القرآن أو محمد حين ربط بين أحداث تاريخية لا رابط بينها وفقا لنظريته. إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. ربنا قال نون والقلم وما يسطرون، دي تاني آية نزلت. أنا لما كنت بقى الشيخ مع شيخ الأزهر وما يسطرون بالظبط، والقرآن مليء بالآيات اللي بتتكلم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني هناك إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. رمضان عيد المسلمين، شهر الحرام بتاع المسلمين. إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. هتفضل أنه تفضل المادة الخاصة بأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع؟ يعني هي مسألة عاوزة تفكير. لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش. لا أنا هجاوب يا منى. بيقول لك جاست. طب بص بقى يابا، احنا برضو بنعرف نتكلم انجليزي كويس. يعني ليديز اند جنتلمان، من الافضل مجهى القرموطي الدولي يحييكم. يكون هذا محظور ان اقول ان الدوله ليس لها دين، يعني محظور ان اقول ان الدوله ليس لها دين. يعني هناك كذلك في الدستور الدوله دينها الاسلام. الدوله هي مؤسسات، المسلمين هم الافراد، او الافراد في المصريين مسلمين او اقباط، انما الدوله كمؤسسه ليس لها دين. يعني الدولة هي الحكومة أو المؤسسات. يعني هناك الكثير من المسائل. هل شايف أن كل هذه النقاط يجب أن تضبط أو تضع النقاط على الحروف؟ يجب أن نناقشها وبدون أن يكون هناك حساسية. رجعوا كده الحتة دي تاني. بيقول إن الدولة ملهاش دين. إحنا بقينا كفرة ولا إيه يا أبو نضارة شبه اللي كانت بتتباع في المولد اللي هي طربوش وشنب دي؟ تفهم من إجابته إيه؟ السؤال كان عن المادة التانية. المفروض الإجابة بكل حسم ما نلغيش أو نعدل المادة التانية. إنما بقى الأقرع ده جاي يشتغلنا بعد ما لقى الشعب المصري مش هيقبل تعديل المادة التانية. شوفوا قال المنافق. حتى لو كانت له الدولة المدنية التي لها مرجعية دين ليس لك مشكلة. الدستور المصري يذكر أن مصر دولة دينها الدولة الرسمي الإسلام. يعني عندما يأتي حزب يقول أنا مرجعيتي إسلام، هو يتفق مع الدستور. يعني هناك تناقض عقلاني في هذا. بما معنى أنت ضد إذن شطب المادة الثانية من الدستور التي تقول بإسلامية دولة مصر؟ بالطبع كذلك هذه أنت ضدها. الجزء هذا من المهاترات التي ذكرت أنني ضد الدولة الإسلام. المادة الثانية يعني أنت ضد شطب. في هناك ناس يطالبون. قعد يقول لك لا 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 ضد بالطبع، وقال لك مهاترات. يا عم أنت بتستخف بعقولنا ولا إيه؟ انت مش لسه كنت قاعد مع منى الشاذلي وعمال تلف وتدور في الكلام وتقول لها الدولة ملهاش دين ومش ملهاش ايه، وبعدين مش ده تصريح منك يا منافق؟ وقلت ان المادة التانية ما بتديش حقوق للأقباط، وفي الدستور الجديد لازم يشمل حقوق المسلم والمسيحي والبهائي. يا بهاء، إذا طبقوا الإسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للإسلام هكون أول المعارضين لهم. الصورة لبنته على البحر، انت شايف ده ازاي؟ شايف ان ده دخلوا وذكروا مرة اخرى ان هم دخلوا على موقع بنتي. الصورة لبنتي لابسة مايو كانت في بيتي
في حوض السباحه الخاص في بيتي. والاسلام بالنسبه لي ليس الانسان لابس ايه، وانما قيمه ايه. انا يعني فخور بقيم وتدخل في اطار الحريه الشخصيه وفخور بالظبط وفخور بقيم بنتي. اذا طبقوا الاسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للاسلام هكون اول المعارضين لهم. الاقي عندك حجز باسم المنوطي. الله يخليك. طب شوف الاوضه والمفترض دي بس لا اصل انا رجلي الكولتور اهو مع نفسك اللي قالي وربنا يوفقك. منين كانتري منين؟ انا مش فاهم. على وده مش مترك. تعالى يا جمالات شوف الستات بتاعتك ما بتستحماش الا في عيد القطن. تشوف الستات عايزين كمل سهله. يو مارد متجوزه منين؟ يو منين؟ كانتري منين؟ جيرماني. ايه جيرماني؟ سلمي لي على مستر كول حبيبي بيكلمني في الموبايل بتاعي. ربنا يوفقك. وايه ده؟ انت بتلعب قرود في ايطاليا ولا ايه؟ هوبا يلا يا كوكو جامبو يو سونج ايجيبشن فولكلور. اتدحرج واجري يا رمان. اقول اتدحرج واجري قول له يا رمان. اتدحرج واجري وتعالى على حجري. اتدحرج واجري وتعالى على حجري. يا رمان يا رمان. اذا طبقوا الاسلام بمفهوم مخالف لمفهومي للاسلام هكون اول المعارضين لهم.